فالتوكل حقا وصدقا هو الاعتماد على الله سبحانه وتعالى مع فعل الأسباب. أما الذي يعطل الأسباب اعتمادا على التوكل فهو في حقيقة أمره متواكل. فالمتوكل حقا هو الذي يبذل السبب كما كان يفعل إمام المتوكلين صلوات الله وسلامه عليه، كما كان يفعل إمام المتوكلين صلوات الله وسلامه عليه. وقد قال عليه الصلاة والسلام: لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. ثم ذكر لنا حال الطير، قال: تغدو خماصا وتروح بطانا. تغدو أي في الصباح الباكر، تمشي تبحث عن رزقها، لا تبقى في بيتها، لا تبقى في عشها تنتظر مجيء الرزق فيه، بل تغدو في الصباح الباكر طالبة الرزق. وتروح بطانا أي ترجع وهي شبعت من الطعام وارتوت، فهي تبذل السبب. ولهذا قوله حق توكله يعني بذل السبب لا تعطيل السبب، يعني بذل الأسباب لا تعطيل الأسباب.